في هذا الفيديو سنقدم لك أهم 5 من أغرب وأضخم سلالات من الأغنام. تعد الأغنام حيوانات آليفة تربى لأغراض متعددة، بما في ذلك إنتاج الصوف والحليب واللحم. كما تتميز الأغنام بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة. وتتوفر العديد من أنواع الأغنام في العالم، وتختلف هذه الأنواع في شكلها وحجمها ولون صوفها وغيرها من الصفات. وتلعب الأغنام دورا مهما في توفير الغذاء والمنتجات الأخرى للبشرية. تابع معنا هذا الفيديو. أغنام كيرهيل هي سلالة من الأغنام البريطانية، وهي سلالة نادرة ومحدودة الانتشار. تتميز هذه السلالة بأنها تنتج صوفا أبيضا ناعما وخفيفا، وتتميز بأنها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والجافة. كما أنها تعتبر سلالة مثالية للحفاظ على المرونة في الأراضي الجبلية والصحراوية، حيث يمكن لهذه السلالة البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية. الخروف السويسري هو سلالة من الأغنام المحلية التي تتواجد في سويسرا، وتتميز بأنها تحمل صفات جمالية وطبيعية مميزة، حيث يتميز هذا النوع من الأغنام بجسمه الضخم والكبير، وصوفه الكثيف والناعم، كما أنه يتميز بأنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة والجافة، وهو يستخدم في العديد من المجالات، مثل صناعة الصوف واللحوم. جاكوب هي سلالة أغنام بدائية متعددة القرون ذات بقع سوداء وبيضاء. تربى سلالة جاكوب من أجل صوفها ولحومها وجلودها وللزينة، وكحيوانات أليفة. أما بالنسبة للخرفان ذات ال4 قرون، فإنه يشير هذا المصطلح إلى سلالات مختلفة من الأغنام التي تحمل أكثر من قرنين، ومن بين هذه السلالات سلالة خروف يعقوب، وهو نوع من الأغنام يحمل 4 قرون، وهو نادر جدا في العالم. خروف ميرينو اكتسب شهرة عالمية في سبتمبر 2015 بعد قص صوفه بكمية قياسية في كانبيرا، أستراليا، وذلك لبلوغ كثافة الصوف لديه أكثر من 40 كيلوغراما، وذلك لأن حجم الصوف لم يشاهد من قبل على خروف. أعلنت جمعية ليتل أوكساكنتشر التي تهتم بالحيوانات نفوق الخروف الأسترالي كريس، الذي لقب بصاحب أكثف صوف في العالم. أغنام لدوم هي سلالة من الأغنام المحلية في السنغال، وتتميز بأنها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والجافة، وتتميز بأنها تعيش في ظروف قاسية، وتستخدم عادة لإنتاج اللحوم والصوف في السنغال. يعتبر خروف لدوم المعروف باسم ملك الأغنام علامة على المكانة الرفيعة وعلو منزلة من يملكه، إذ تتجاوز أسعار أفضل العينات منه $85,000، لذا يلقب بأغلى خروف في العالم.